في بيت ألماني بسيط وسط عيلة متدينة. اتولد طفل اسمه فريدريك نيتشه في سنة 1844. كان طفل هادي وذكي بطريقة غريبة، لكنه كان مقدر له إنه يعيش حياة متمردة على كل شيء حتى الإله. أهلا بكم في فيديو جديد من برنامج الفيلسوف. في الأول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع الحلقة على طول. فريدريك نيتشه اتولد في مملكة بروسيا. أبوه كان قسيس بروستانتي، ودي نقطة مهمة جدا لأنها أثرت على تطوره المبكر. مات أبوه لما كان نيتشه عنده 5 سنين، وبعدها بسنة مات أخوه الصغير، وده خلق عنده إحساس مبكر بالوحدة والفقد والتمرد على المكتوب. هنا بنشوف أول خيط من خيوط التمرد، فقدان الأب والإيمان في وقت واحد، هو اللي بيخلينا نفهم ليه نيتشه هيبقى بعد كده ضد فكرة القدر أو المعنى الجاهز. نيتشه كان عبقري في اللغات، خصوصا في اللاتينية واليونانية، وده خلاه يتخصص في فقه اللغة الكلاسيكية. بدل ما يدرس الفلسفة من البداية، اشتغل كأستاذ في جامعة بازل في سن صغير جدا، كان 24 سنة، وكان أول ألماني ياخد الوظيفة دي من غير ما يكون حاصل على الدكتوراه. اختيار نيتشه في الوقت ده لدراسة اللغة مش مجرد مصادفة، هو كان شايف إن اللغة مش وسيلة تواصل بس، لكن هي وسيلة لصناعة الواقع. وده هيظهر جدا في أفكاره عن الحقيقة والخطاب. لاحقا نيتشه اتعرف على الموسيقار ريتشارد فاجنر، وكان معجب جدا بأعماله، وخصوصا لأنها بترجع للميثولوجيا الجرمانية. لكنه بعدين بدأ يهاجمه بشدة، وكتب كتاب اسمه قضية فاجنر بيهاجمه فيه باعتباره فنان مريض. علاقة نيتشه في الوقت ده بفاجنر بتوضح لينا تناقضه، وهو بيحب القوة والفن والإرادة، لكن بيكره فكرة الانصياع. حتى الفنان كان بيحبه، عنده دايما رغبة في الانفصال والاختلاف عن الآخرين. نيتشه كان بيعاني من صداع نصفي حاد ومشاكل في الرؤية، واضطر يسيب التدريس بدري ويتقاعد وهو في أواخر الثلاثينات. بس عاش وحيد متجول بين سويسرا وإيطاليا وفرنسا، بيكتب ويقرأ ويتأمل، لكن كان دايما لوحده. العزلة عند نيتشه ما كانتش مجرد ظرف، هي شرط وجودي. هو شايف إن المفكر الحقيقي لازم يعيش بعيد عن القطيع علشان يقدر يشوف الحقيقة اللي مش كل الناس بتشوفها. نيتشه كتب كتب كتير عن فكرة موت الإله، لأول مرة في كتابه العلم المرح سنة 1882. العبارة مش مقصود بيها إن الإله حرفيا مات، لكن معناها الفلسفي أعمق من كده بكتير. موت الإله بيساوي سقوط المعنى الجاهز والمطلق. في العصور الوسطى الدين كان بيقدم كل الإجابات عن الخير والشر، الحياة والموت، الغاية والهدف. لكن مع صعود العلم والحداثة والفلسفة النقدية زي كانت وديفيد هيوم، بقى الإنسان بيشك في كل حاجة حتى في الإله. موت الإله عند نيتشه يعني إننا دخلنا في فراغ وجودي، بقى مفيش حاجة تقول لنا إزاي نعيش أو ليه نعيش، لازم الإنسان يخلق قيمة بنفسه. نيتشه بيقول نحن نبحر الآن بلا بوصلة، بلا شمس، بلا أرض تحتنا. هو مش بيحتفل بالفكرة، هو بيحذر منها، لأن موت الإله بيساوي موت الأخلاق المطلقة، وبالتالي الفوضى الأخلاقية. مثال علشان توصل لكم الفكرة، نيتشه تنبأ مثلا بظهور أيديولوجيات متطرفة زي النازية والشيوعية، اللي حاولوا يملوا الفراغ القيمي بعد موت الإله، لكنهم برضو فشلوا. نيتشه ما كانش ملحد عدمي يبدو للناس ان هو فوضوي. بالعكس، هو كان عايز يقول لو الاله مات يبقى الانسان لازم يكون الاله الجديد. وهي دي اللي هتوصلنا في الفصل اللي جاي لفكرة الانسان الاعلى او السوبرمان. فكرة الانسان الاعلى ظهرت بوضوح في كتاب نيتشه الاشهر هكذا تكلم زرادشت. نيتشه اختار زرادشت كنبي رمزي لانه اول من اعلن صراع الخير والشر، ونيتشه بيرجعه هنا ليعلن العكس، لا خير ولا شر مطلق، الإنسان هو الحكم، مش بطل خارق زيه زي سوبرمان بتاع الكوميكس. الإنسان الأعلى هو شخص تخطى القطيع، أي المجتمع اللي بيفرض عليه القيم، خلق قيمة خاصة لنفسه،
بيعيش وفقا لإرادته لا إرادة غيره، بيقبل الحياة كما هي بكل ألمها وعبثها وبيحبها. الإنسان الأعلى عند نيتشه يا جماعة مش حاجة توصل ليها البشرية بالعلم أو التكنولوجيا، بالعكس البشر وصلوا ليها عن طريق الثورة الداخلية على النفس والواقع. نيتشه قال إن الكائنات بتعيش بغريزة البقاء، لكن الإنسان الأعلى بيعيش بغريزة إرادة القوة. إرادة القوة مش بمعنى السيطرة على الآخرين، بل السيطرة على النفس وعلى الضعف الإنساني وعلى الحاجة للدعم الخارجي. مثال نقرب بيه الفكرة، ممكن نشوف جوانب من الإنسان الأعلى في ناس زي مثلا ستيف جوبز أو فريدريك نيتشه نفسه. ناس خلقوا طرقهم الخاصة رغم الألم والعزلة والمرض. لما بنيجي نعمل مقارنة مثلا ما بين مع الإنسان العادي والإنسان الأعلى، بنلاقي إن الإنسان العادي بيقلد الآخرين، بيخاف من الرفض، بيهرب من الألم، بيدور على معنى خارجي. لكن الإنسان الأعلى بين قوسين السوبرمان اللي بيتكلم عنه نيتشه بيخلق قيمة، بيواجه النقد، بيحتضن المعاناة، بيخلق المعنى داخليا. آم، الإنسان الأعلى هو حلم نيتشه لعالم جديد بعد موت الإله، لكن الحلم ده كان غامض متطرف وممكن يتحول لكابوس. وده اللي هيحصل فعلا لما تم تفسيره بطريقة سياسية منحرفة، وده هنوصل ليه في فصل تاني. لما بنيجي بنتكلم عن العدمية في فكر فريدريك نيتشه بنلاقيها معناها هي فقدان المعنى وانهيار القيم. لما تموت القيم المطلقة وهي الدين، الأخلاق التقليدية، الغايات الكبرى، الإنسان بيفقد البوصلة. نيتشه شايف إن أوروبا في عصره بدأت تدخل في موجة عدمية من غير ما تحس. الناس بتتصرف وكأن القيم لسه موجودة، ولكن في الحقيقة هي ميتة من الداخل. نيتشه قسم العدمية لنوعين: العدمية السلبية والعدمية الإيجابية. العدمية السلبية هي الاستسلام للفراغ وفقدان الإرادة والاكتئاب الوجودي، لكن العدمية الإيجابية هي الاعتراف بالسقوط القديم ثم خلق قيم جديدة من الصفر، زي الإنسان الأعلى اللي اتكلمنا عنه قبل كده. مثال علشان نقرب الفكرة: شخص فقد إيمانه بكل شيء، لو ساب نفسه للفراغ هيعيش عدمي سلبي، لكن لو قرر يبدأ من أول وجديد ويخلق حياته بإيديه يبقى عدمي ولكن إيجابي. لما نيجي نشوف كده العلاقة بين العدمية والإنسان المعاصر، هنلاقي نيتشه تنبأ بحالة الإنسان الحديث اللي عنده كل حاجة: علم، تكنولوجيا، وكمان رفاهية، بس جواه فراغ قاتل. قال مثلا: متى يكون الإنسان أكثر حاجة إلى الإيمان؟ عندما يعلم أن الإيمان غير ممكن. لما نيجي نحلل الكلام ده ونشرحه هنلاقي إن ناس كتير دلوقتي بتعاني من الاكتئاب الوجودي حتى وسط الرفاهية اللي هما فيها، لأن في فراغ فلسفي، غياب المعنى وكمان غياب الغاية جواهم. العدمية عنده مش دعوة خالص للتشاؤم. نيتشه مش كان بيشجع الناس يعيشوا بلا معنى، بالعكس هو بيشوف إن مواجهة الفراغ هي بداية الطريق لصناعة حياة حقيقية. بيقول: من لم يمت بالفراغ خلق من نفسه إلها. العدمية هي نقطة الصفر في رحلة نيتشه، وبعدها بيجي أهم فصل في فلسفته وهي فكرة العود الأبدي اللي هنتكلم عنها في الفصل اللي جاي، واللي بتلخص فلسفة نيتشه كلها في جملة واحدة: هل تقبل أن تعيش نفس حياتك دي إلى الأبد؟ طيب إيه هي فكرة العود الأبدي؟ نيتشه بيطرح سيناريو وجودي كده، مش فلسفة علمية خالص. بيقول: تخيل إن الشيطان جه لك وقال لك كل لحظة في حياتك هتتكرر إلى الأبد بنفس الترتيب بنفس التفاصيل، هل هتلعنه ولا هتعتبره أعظم بركة؟ طيب ليه يا جماعة الفكرة دي خطيرة؟ لأنها بتكشف إذا كنت بتحب حياتك فعلا ولا لأ. العودة الأبدي هي اختيار نيتشه الأعظم: هل حياتك تستحق أن تعاد إلى الأبد، ولا هتتمنى تنساها وتبعدها عنك خالص وتبعدها عن طيارك؟ لو قلت لتكرار حياتك يبقى وصلت لفكرة نيتشه: انت خلقت حياة ليها معنى فعلا، حتى بدون إله، بدون سماء، بدون غاية كونية. العلاقة بين العود الأبدي والإنسان الأعلى، هنلاقي إن مثلا الإنسان الأعلى هو اللي يقدر يقول أيوة أنا موافق إن حياتي تتعاد تاني، لأن هو اللي اختار حياته دي وصنع قيمته بنفسه واحتضن ألمه كجزء من المعاناة وجزء من التجربة الحياتية. لما نيجي كده نشوف أبعاد الفكرة، هنلاقي إن ليها كذا بعد: بعد وجودي وبعد أخلاقي وبعد تحفيزي كمان. يعني ايه البعد الوجودي؟ ان انت في العود الابدي انت بتحاسب نفسك: هل حياتي دي فعلا فيها قيمة في حد ذاتها ولا لا؟
طب البعد الأخلاقي بتدفعك تعيش كل لحظة بصدق كأنها أبدية. طب والبعد التحفيزي بتخليك تبطل تضيع وقت وتفكر لو ده هيتكرر يبقى لازم أعيشه صح. لما بنيجي ننقد الكلام ده ونحلله، في ناس شافوا الفكرة مرعبة، ليه أعيش الألم تاني؟ لكن نيتشه بيقول لو فهمت الحياة صح هتحب كل لحظة فيها حتى الألم. في جزء تاني، لما بنيجي بنتكلم عن العودة الأبدي، هي مش فكرة علمية لكنه اختبار نيتشه الوجودي. هو المقياس النهائي، هل انت فعلا عشت ولا كنت مجرد نسخة من الآخرين؟ لما نيجي بقى الجزء في الحلقة دي هو هيهم ناس كتير، وهي علاقة نيتشه بالنازية. لما اتسرق أغلب كلام نيتشه واترجم ترجمة غلط. علشان نفهم التشويه اللي حصل بين علاقة نيتشه والنازية لازم نفهم أكتر من مفتاح. المفتاح الأول لفهم التشويه هي كانت أخت فريدريك نيتشه نفسها، إليزابيل فورستر نيتشه. أخت نيتشه كانت نازية الفكر ومؤيدة لفكر أدولف هتلر. بعد وفاة نيتشه خدت كتاباته، خصوصا هكذا تكلم زرادشت، وبدأت تحررها وتعدل فيها علشان تلبي فكرها اليميني القومي. هي اللي نشرت إرادة القوة لنيتشه بعد وفاته، رغم إنه ما كانش كتاب مكتمل، وضمت له شذرات وأفكار بره سياقها. طب إيه هي المفاهيم اللي اتشوهت عند نيتشه؟ أول حاجة مفهوم الإنسان الأعلى. النازيين فسروه على إنه رجل آري المتفوق عرقيا، لكن نيتشه كان بيرفض أي فكرة عن التفوق العرقي، وكتب كتير ضد القومية والتعصب. تاني فكرة وهي إرادة القوة، النازية استخدموها لتبرير الهيمنة والقوة والسيطرة، لكن نيتشه كان بيقصد بيها قوة داخلية أخلاقية إرادية لخلق للخلق والتجاوز، مش للقمع خالص. طيب، في نقده للأخلاق المسيحية، ده برضو مفهوم من المفاهيم اللي تم تشويهها عند النازيين. النازيين فسروه هم فسروا نقده على إنه دعوة للإلحاد أو الوثنية أو الهدم الكامل لكل الدين. نيتشه كان بينقد القيم الأخلاقية السيدة، مش الدين خالص كمؤسسة روحية بس. طيب، هل نيتشه كان ليه مواقف معينة من السياسة؟ نيتشه كان بيكره القومية الألمانية عموما، وقالها صراحة كده: ألمانيا تتحول إلى قطيع من الأغنام خلف راية واحدة. ورفض معاداة السامية بشدة، وقطع علاقته بخطيبته لأنها كانت بتكره اليهود. اقتباس حقيقي من فكر نيتشه مثلا هنلاقيه بيقول: أنا لست نازيا ولا أوروبيا، بل من المستقبل. طب لما نيجي نسأل سؤال، هل فعلا نيتشه كان مسؤول عن التشويه اللي حصل؟ بصوا يا جماعة، نيتشه فيلسوف معقد جدا، لغته مجازية وشعرية، وسهل يتفهم غلط، لكنه دايما أكد على الفردانية والحرية والمسؤولية الذاتية عكس أي نظام شمولي. نيتشه ما كانش نازي خالص، ولا فيلسوف دموي. هو فيلسوف صادم، بس صادم بإيه؟ صادم بالحقيقة، لكن هدفه كان إنقاذ الإنسان من الكذب، مش تبرير القتل خالص. تم اختطاف نيتشه وتحريفه، لكنه دايما كان بيصرخ: لا تتبعني بل تجاوزني. لما نيجي لآخر جزء في الحلقة النهاردة، هنلاقي إن نيتشه ما بين العدم ولا هو رسول الأمل. في الأول لما نيجي نشوف كتير قالوا إن نيتشه متناقض، قالوا إنه بيحب العنف والهدم والجنون، لكن في الحقيقة إنه كان فيلسوف البناء بعد الانهيار. مشكلة نيتشه الأساسية كانت كيف نعيش بصدق في عالم فقد الإيمان وفقد المعنى. طيب، هل نيتشه كان عدمي فعلا؟ لا، هو أكتر من هاجم العدمية، لكنه اعترف إنها واقع، شيء لازم نمر بيه بعد موت الإله. العدمية بالنسبة له مش نهاية، هي مرحلة لازم نكسرها ونخلق من بعدها معنى جديد. نيتشه والأمل الجديد. الأمل عند نيتشه مش في الخلاص أو الجنة، لكن في خلق المعنى بنفسك، إنك تبقى أنت السيد، أنت القائد، وأنت الهدف. إنك تعيش كأنك بتقول: أنا أحب قدري وأحتضنه وأصنع منه قصتي الخاصة. طيب، نيتشه هل كان بينتمي للعصر الحديث؟ من ضمن برضو الأسئلة اللي اتسألت لي، رغم إن كلامه في القرن التسعتاشر لكنه بيتكلم بلسان الناس دلوقتي، في عالم كله ضوضاء، وهم، واستهلاك مواقع التواصل الاجتماعي، وفراغ كتير جدا. نيتشه بيقولك: ارجع لنفسك، ارجع لقيمتك، وابدأ من جديد. نيتشه ما كانش إجابة خالص، هو مش فيلسوف بيقولك تعمل ايه، هو بيزرع فيك سؤال ويسيبه يولع جواك: هل حياتك دي تستحق تتكرر؟ هل انت نفسك بتستحق تعيش ولا لأ؟ في النهاية، بعد اللي سمعته عن نيتشه، هل شفت فيه مجنون ولا عبقري، مفسد ولا محرر؟
ولو هتكتب جملة واحدة آم، على المراية كل يوم تكون مستوحاة من فكر نيتشه، هتكون ايه؟ في نهاية الفيديو ده كان حلقة بسيطة بنحاول نعرض فيها كل أفكار فريدريك نيتشه بشكل مختصر. في النهاية أنت هنا كنت في برنامج الفيلسوف، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. سلام.